اي حد بيقول لي نفسي اسافر معاكي تركيا بسأله سؤال واحد: هل انت شخص قادر على الفرهده ولا لا؟ انا يومي كله بيبقى عباره عن لف، وفعلا ببقى نازله ما عنديش خطه انا عاوزه اروح فين. بس الحمد لله النهارده بدأت بقرار ان انا محتاجه اروح منطقه السلطان احمد عشان اوريلكم كل حاجه موجوده اول حاجه زرت قبر السلطان احمد وعيلته، وفكره انها دارسه الحاجات دي وبشوفها على الطبيعه بتبقى فعلا مبهره أكتر. هناك بقى هتلاقوا اغلب الجوامع واغلب الاماكن الاثريه المشهوره، يعني هتلاقوا جامع السلطان احمد، جامع ايا صوفيا. هنا بوريلكم جامع السلطان احمد، وبجد حتى لو انتوا ما بتحبوش الاماكن دي انا اوعدكم ان انتوا هتكونوا منبهرين بكل التفاصيل اللي هتشوفوها. وهنا وانا بصور لكم كان في اطفال كتير معديين من قدامي، وكلهم كل المدرسه تقريبا قعدت تشاور لي وتعملي باي باي. على الطريق لقيت كافيرنجي، وده من احلى الاماكن اللي بحب اشرب فيها قهوه. بعديه على طول طلعت على جولهانا باركي، ودي حديقه قريبه جدا من منطقه السلطان احمد، تدخلوها مجانا وبجد هتتبسطوا قوي فيها. المهم من هنا بقى كل الخطه اتغيرت، قعدت الف، عملت شوبينج، لفيت في حتت كتير قوي لغايه ما وصلت كاراكوي. اللي جابني كاراكوي والله المهم قلت خلاص هروح اكل سندوتش السمك المشهور، وبجد طلع طعمه رهيب. قريب منه قوي بقى هتلاقوا اشهر حد بيعمل السوق بقلاوه، اللي هي البقلاوه البارده، وده احلى مكان هتاكلوا منه البقلاوه. رحت الاوتيل ريحت شويه، وبعد كده نزلت بالليل عشان اروح بيبيك ساحل. صح، البيبيك ناس كتير بتحب تروح الصبح، بس انا بحب اروحه بالليل. بصوا المنظر بالليل بيبقى عامل ازاي. بحب بقى بعد يوم طويل ارجع تقسيم اجيب ذره واتمشى وبس كده.